متعمد هذا الأمر للأمانة أنه نكون في حلقة مميزة، خاصة الحلقة الأخيرة، وتكون مسك ختام بضيفيها. بدأنا بشاعر تحاورنا معه. الآن المفاجأة اللي قلت لكم عليها قبل شوي وقلتها لشاعرنا سطام العتيبي هو حضور هرم. أنا أعجز أني أقدمه ولو بكل المفردات الجميلة بحقه وبحق تاريخه، لن أفي حقه. الهرم الشاعر والإعلامي بدر بورسلي. أبو ناصر، هلا بالحبيب، هلا بالحبيب، هلا بالحبيب، حياك الله. حييك ويرجيك إن شاء الله. سطام، هلا طال عمرك. ايش رايك بهالمفاجأة؟ والله أجمل مفاجأة كانت. تسلم يا الله يطول عمرك، شاعر عظيم نتعلم منه. ما عليك زود، ما عليك زود يا الغالي، ما عليك زود يا الغالي. أبو ناصر، أنا للأمانة مثل ما قلت قبل شوي تعمدت أن حلقتنا الأخيرة نستثمر فيها وجود هرم مثلك ونكرمه، ويكون معنا ضيفنا أيضا أتشرف فيكم فيه. الله يطول عمرك. بتقديم الاحترام والشكر والتقدير لعطائك الإعلامي كإعلامي وكشاعر. أبو ناصر، شنو اللي أنا أسئلتي مختصرة، شنو اللي أخذته من حياتك العملية من السبعينات وحتى هذه اللحظة بعد حب الناس؟ محبة الناس هذه أهم شيء. يعني الواحد، يعني إحنا أنا وأنت والأخوان أخوي سطام كلنا نبي محبة الناس. صحيح. نعم. نبي رضاهم، نبي نقدم لهم الشيء اللي يسعدهم. والحمد لله إن يعني الواحد يحس يعني مثل بالرضا إن يكون بينكم الحين. وأنا ما حسبت الحسبة كلش، لأن أنا ريال يعني ما أدري، يعني أنا كذي أنت تسلفتني 5 دقائق ما أدري إيش السالفة. هذا اللي أنا تعمدته أنا. وأنا صرت الحين يطالبونك 5 دقائق الجماعة هناك. بس أنا سعيد إن تعرفت على وجوه طيبة وشاعر راقي جدا. الله يجزاك خير. وأنت يعني من عظام الأرقبة على ما قالوا. بقلبك. الله يحفظك يا أبو ناصر. قبل لا أختم معاك أبو ناصر، أنا شاكر لك هذا التواجد. وقلت أنا في أغنية لعبد الكريم عبد القادر قلنا نبي نقدمها إهداء للهرم والعلم في الإعلام بشكل عام وبالشعر بشكل خاص. إهداء بسيط. بس قبل لا نقدمه لك، شنو النصيحة اللي تقدمها لشعراء الكويت بالذات، وأنت إنسان حس الوطني عندك؟ كلنا نذكر وطن النهار بعد التحرير بالذات، وأنا بسمعها من قريب من عندك. حبوا الكويت، حبوا بلدكم قد ما تقدرون. لا تنتقدون بلدكم، لا تقارنون بلدكم بأي بلد آخر. أنتم عندكم بلد جميل، وطن من أجمل الأوطان، أعطانا كل شيء، إحنا لازم نعطيه. وش نعطيه غير أن الواحد يجتهد في كل واحد بمجاله، اللي يكتب واللي يقدم واللي يهندس واللي بالطب واللي الله. بس الأهم شيء أنه عيشوا حالة حب مع وطنكم وشوفوا شو يصير. الله. تنامون مرتاحين.